ننتقل إلى موضوع آخر أيضا فيه الكثير من العنفوان والقوة والنضال بقلب مدينة تل أبيب، وفي أكبر مجمعاتها التجارية وأكثرها ارتيادا انتصبت صور مآسي النكبة الفلسطينية بتجسد الوقائع الحقيقية عبر نصوص ومواد بصرية تروي كما هي وليس كما يقدمها الإعلام الإسرائيلي. الصور أخذت من الأرشيف الصهيوني كم كبير بين عامي 47 وعام 50 تفضح السلب المنظم لممتلكات وأراضي ومنازل الفلسطينيين. بعد هذا التقرير ننتقل مباشرة إلى الناصرة لنتابع هذا المعرض عن قرب. البعض تناول وجبة الإفطار والبعض الآخر تجول مستمتعا في المكان. هناك من ركض ومن جلس، والجميع بدا كمن يبحث عن سعادة واسترخاء على شاطئ البحر في تل أبيب، في المكان الذي تحول من مجرد ميناء إلى منتجع سياحي تجاري. وهناك من استمتع بإزعاجهم ورش الحيز الخارجي والداخلي للمكان بكلمات عربية مستفزة حملت ترجمتها العبرية معها. كل ما نتذكره من عام 48 هو الحرب، وننسى كل شيء آخر. الرواية الرسمية تتحدث عن حرب فرضت علينا، وهذه رواية خاطئة تخدم مصالح سياسية آنية. لا أعتقد أن الحرب فرضت علينا، وأعتقد أن نكون الطرف الأقوى فيها. النكبة هي نقطة الصفر، إليها يجب أن نعود وأن نفتتها من جديد لنعرف حقيقة ما جرى إن كنا نبحث عن مستقبل آخر. جزء من الصور المعروضة في المكان هي من أرشيف الجيش الإسرائيلي، وصورت بين عامين 47 و50 ونشرت منذ فترة ليست بطويلة. بعد أيام من احتلال هذا الجزء من القدس أشير إلى حوانيت العرب على أنها حانوت يهودية. يافطة الدكان الأصلية ما زالت معلقة فوق شباك العرض، تذكيرا بأنه قبل أيام معدودة كانت هذه حانوت عربية لبيع الزهور. أما الآن بواجهة الحانوت تقف بائعة لطيفة تتكلم العبرية وزبونة تتفحص الأواني المطبخية المعروضة. كما يجب هو تصور لما يجب على إسرائيل أن تكون، هو محاولة أو صرخة أو مظاهرة احتجاج لزعزعة شريحة في إسرائيل تعتبر الأهم، تقطن المركز وتعتبر الأغلبية الصامتة والمقررة، ويقال عنها أنها منعزلة غير مبالية وغارقة في ذاتها. أنت لا تستطيع الاستمرار في الحياة في مجتمع كمجتمعنا تلعب الذاكرة فيه دورا مركزيا عندما تختار أن ترمي جانبا جزءا كبيرا من ماضيك القريب. والدي على سبيل المثال عايشا هذا الواقع. جمهور الهدف الأولي بالنسبة لنا هو الجمهور اليهودي في إسرائيل، والذي بعد 60 عاما نأمل أنه أصبح أكثر استعدادا لفتح عينيه وقلبه وأذنيه للاستماع، ليس فقط لما علمونا في مناهج التدريس أو لقنونا عبر وسائل الإعلام. المنظمات المشاركة في المعرض هي مجموعات سياسية غير حزبية تضم فنانين وناشطين اجتماعيين ونسويين يروا في الوضع الحالي وبالاحتلال جريمة ليس فقط بحق الفلسطيني بقدر ما هي جريمة أيضا في حق شرائح أخرى مستضعفة داخل المجتمع الإسرائيلي. قاسم خطيب MBC لصباح الخير يا عرب، تل أبيب.